حد كمان مع محمد شحاته يكون بديل لدونجا داخل نادي الزمالك. اللعيب الانجليزي اللي جوميز بيوصي عليه وجوميز بيتكلم ومهتم وبيوصي بسرعه التعاقد معاه وانه بيتكلم عليه، هي النقطه هنا اذا تم التعاقد بدون ما يكون في معايشه للاعب داخل نادي الزمالك، ده هيبقى دليل انه جوميز بدا يبقى ليه شخصيه وكلمه في التعاقد بصوره كبيره. ونصيحتي للزمالك زي ما كنت بنصح اداره النادي الاهلي، المدير الفني ليه كل التقدير وكسب الاهلي وحقق كونفدراليه، بس في الاخر انت ما تبقاش عارف هو مكمل ولا لا. فلازم حتى اذا حبيت تعمل التعاقد بدون معايشه، اعمل تعاقد يكون فيه نقط لمصلحه نادي الزمالك عشان باداء معين، اشتراكه بمعدد معين بالمباريات، عشان لو ما كملتش